5 علامات بتقولك إن عندك أنوثة مضطربة وبيخليكي طول الوقت مش مرتاحة وعلاقاتك فيها مشاكل. أول علامة الخوف من القرب أو من البعد. في بنات بيخافوا يقربوا من حد عشان ما يتأذوش، وبيخافوا يبعدوا علشان ما يتسابوش، وده بسبب جروح طفولة زرعت جواكي إحساس بعدم الأمان. النتيجة بتكون إنك بتتعلقي بسرعة أو تبعدي فجأة وعلاقاتك دايما مش مستقرة. تاني علامة وهي العطاء المفرط. بتدي وتدي كتير حتى وانتي مش قادرة، حتى وانتي تعبانة، بس علشان ترضي الناس. السبب عندك اعتقاد دايما إن قيمتك في إرضاء الناس وفي اللي بتقدميه مش في وجودك انتي. النتيجة بتستنزفي نفسك وبتجذبي ناس بتاخد وما بتديش، بتجذبي ناس مستغلة. تالت علامة وهي عدم الاستحقاق. طول الوقت حاسة إنك مش كفاية، مش جميلة كفاية، أو إنك ما تستاهليش تتحبي. السبب مقارنة كتير وانت طفلة، نقد مستمر، حد طول الوقت بيقلل من صورتك قدام نفسك. النتيجة بتختاري دايما علاقات أقل من اللي انت بتستحقيها، أو تفضلي وحيدة وخايفة. رابع علامة إن عندك حساسية مفرطة، بتزعلي من أقل حاجة ودايما حاسة إن الناس بتتكلم عنك. السبب إيه؟ جروح قديمة مفتوحة. عندك شعور بعدم الأمان، مش بتعرفي توازني بين عقلك ومشاعرك، وده النتيجة بتاعته بتخليكي طول الوقت متوترة وطاقتك طول الوقت مستهلكة. العلامة الخامسة لما بتغضبي يا إما بتكتمي مشاعرك يا إما بتنفجري مرة واحدة. السبب إنك ما تعلمتيش تعبري عن مشاعرك بلطف وبهدوء، والنتيجة الناس بتخاف تقربلك والعلاقة بتبقى مليانة سوء فهم وخوف. العلامات دي مش عشان تخوفك، دي لغة جسمك بتقولك إنك محتاجة تتشافي من جروحك، محتاجة ترجعي لفطرتك السوية، محتاجة تكوني أنثى علشان تعيشي براحة وعلاقات صحية متزنة.